ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو ياسمين عز توجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة والده. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس امرا عشان تعرفوا التفاصيل. قدمت الإعلامية ياسمين عز واجب العزاء للفنان محمد رمضان في والده الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025. وقالت ياسمين عز في رسالتها لمحمد رمضان خلال حلقة برنامجها كلام الناس على قناة MBC مصر: انت فنان كبير ووالدك شافك وانت نجم كبير، وربنا يرحمه ويصبركم ويصبر والدتك، والبقاء لله، وانت انسان مؤمن وربنا يجازيك خيرا على صبرك. وأكدت ياسمين عز أن محمد رمضان من الفنانين الذين استطاعوا تحقيق نجاح واسع بفضل إصرارهم واجتهادهم، داعية له ولأسرته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم. ويستعد محمد رمضان لاستقبال عزاء والده الراحل يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط مشاركة عدد كبير من الأقارب والأصدقاء ومحبي الفنان، وذلك بعد أن وافته المنية صباح يوم الجمعة، مخلفا حالة كبيرة من الحزن والأسى بين أفراد العائلة وجمهوره. وفاة والد محمد رمضان. وأعلن محمد رمضان في صباح اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك خبر وفاة والده، وكتب الفنان: موعد صلاة الجنازة على روح والده بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة مباشرة. وتابع محمد رمضان: بعد فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون، 1948 ل2025. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.